هاقول لِك على سر صغير مش هيكلّفِك أي حاجة، وبجد هيفرق في الskin care routine بتاعِك بشكل أنتِ مش هتتخيليه. أنا دكتورة أسماء ودي تاني episode من خدي مني وما تراجعيش ورايا. لو أنتِ بشرتِك على طول بيظهر فيها المنظر ده، على طول جافة مهما رطّبتِ، المرطب بتاعِك يا ست الكل مش كافي خالص، أنتِ محتاجة base للروتين بتاعِك. هنعتمد إيه base للروتين بتاعنا؟ ده يا جماعة، ده. اعتمدوا سيرم الهيالورونيك أسيد كأول خطوة في الروتين بتاعكم. انتوا مش متخيلين الخطوة دي هتنقل بشرتكم في حتة تانية. عامة البشرة المترطبة هي أحلى بشرة موجودة على الكون عامة، مهما كانت بشرتك فيها عيوب، مهما كانت بشرتك فيها حبوب تصبغات، بشرتك لما بتترطب المشاكل دي هتتحل مع الوقت. بصوا يا جماعة أنا مخلصاه أصلا. بعد ما تغسلي بشرتك هتحطي بس نقطتين من سيرم الهيالورونيك أسيد على بشرتك وتوزعيه وتأكدي ان بشرتك امتصته بشكل كويس. بعد كده حطي اللي انت عايزه تحطيه. قبل كده كنت بقول لكم يا جماعه بلاش تشتروا سيرم هيالورونيك اسيد لوحده، اشتروا حاجه يكون البيز بتاعها هيالورونيك اسيد، معاه فيتامين سي، معاه ريتينول، معاه مش عارفه ايه. ولكن للاسف الشديد الشركات المصريه عندنا بخيله شويه، حتى لو حطوا في السيرم بتاعهم هيالورونيك اسيد وقالوا ان هو فيه هيالورونيك اسيد بتكون النسبه قليله جدا مش كافيه للترطيب. لو انت هتستخدمي بعده سيرم او كريم فيه هيالورونيك اسيد مش هيبقى كافي لوحده، فاستخدمي ده قبله. دو سكرين شوت. احلى نوع مصري انا جربته خطير يا جماعه، اسمه ابريجيو. اعمل الخطوه دي وتعالي قولي لي الجلو اللي في بشرتك بقى عامل ازاي.